مرحبا. قلت بالديسكريبشن لهذا الفيديو، ما حبيتها منك يا نعيم. ما في يقول شيخ، لأنه الشيخ مفروض يكون متدين، ولما بقول الشيخ بيكون متدين يعني مفروض ما يحط أرواح برقبته بذريعة مقاومة وهمية وغير صادقة. مثل ما اللي قبله رئيسه قال إنه صارت العدو يهاب لبنان لأنه مقاوم، ولبنان الثمانينات غير بلبنان اليوم. على فكرة مش بس انتو قاومتوا، في كتير طوائف غيركم قاوموا، في بحرب الجبل، في بدحر الاحتلال الإسرائيلي ببيروت، بدحر الاحتلال السوري، هو كلهم قاوموا. بس انتو عم تقاوموا الشعب اللبناني بغية الاستيطان الإيراني. شو حلوة مقاومتكم يا جماعة، عن جد شو حلوة. عم بتجيبوا إيران على نص دين لبنان، وإلكن عن كل صراحة تحكوا إنه هذه الأرض مجبولة بدم الشهداء. شو مساكين هالشهداء، ضحكتوا عليهم إنه بده يطلعوا مع حريات الجنة، وكأنه حدا منكم طلع شاف ونزل خبرهم. قديش في سذاجة وتفاهة بالتفكير عندكم لحتى تقنعون، مع إنه هن 3/4 مش مقتنعين على فكرة، بس من وراء تجويعكم لإلهم ومن وراء سيطرتكم على مرافق الحيوية وإحكام قبضتكم على المناطق اللي انتو فيها، مضطر الإنسان إنه يلحقكن ويكون صبي من توابعكن لحتى يقدر يقلع أو يمشي حاله، وإلا بيكون مصيره قاعد بين 4 حيطان. المقاومة الحقيقية ما بتفرض على العالم إنه إذا ما انتخبتوا التغيير وقت الانتخابات بأيار تقعدوا ببيوتكم وبتدقدقوا لهم على البيت على التليفونات كرمال ما ينزلوا ينتخبوا غيركم. ما بتكون بمصادرة رأيهم. بعتقد لو في قناعة حقيقية بالمقاومة، أقل كان ما حدا بينطر إعاز منكم مين ينتخب، كان من تلقاء نفسه نزل وانتخب وعمل وساوى اللي بده إياه وطلع. بس بمجرد إنكم أنتو عم بتحطوا لهم مثل ما بيقولوا غصب عنهم قواعد اللعبة، إنه يا بتنزلوا بتنتخبونا يا اما بتقعدوا ببيوتكم وعم بتصدروا لهم قراراتهم، ما بعتقد انه انتم مقاومين شرفاء. المقاوم الشريف بدافع عن وطنيته بالدرجة الأولى وعن بلده، وبيكون انتمائه بحت لبلده، ما بيكون انتمائه بحت لبلد تاني. بعدين المقاوم الحقيقي باعتقادي الشخصي بقاوم الزبالة، وبقاوم القرارات والتسيب والقرارات العشوائية والفساد ببلده، قبل ما يروح يحرر بلاد تانية، يحرر ولاده بلده من الفاجرين، قبل إذا هو مسيطر وحاكم قبضته على البلد، قبل ما يروح يحرر العراق وأردن وسوريا وفلسطين. واللي بده يطلع بأصبعه يشوبر لي ويهوبر لي إنه العدو الصهيوني. طب ما البلد اللي أنت منتمي لها مش مجاهرة بالخفاء هي من أهم الداعمين للاقتصاد الإسرائيلي، وفي حركة تجارية ناشطة منذ عهود بينهم وبين الإسرائيليين. يعني باعوك هالبيعة بال2006، أوكي، إنه ماشي الحال، خلونا ناخد أمبلاج إنه نحن حررنا ونحن. طيب حررتوا، هلا عملتوا خيم. هلا احلى شيء اذا حررتوا وعملتوا خيم وبتطلعوا كل شوي الطيران غزا ما بعرف شو الاجواء الاسرائيلي بالبقاع وما بعرف شو كل شيء، واخر شيء بتتصل يا خيي في شيء صار، شيء لا ما سمعنا شيء. طب هذا الاعلام الكاذب اللي عندكم، انه هالاستخفاف بعقول الناس، انه لايمتى؟ عن جد لايمتى؟ مش كل الشعب غبي. بعدين اللي بده يكون وطني ومقاوم بجد بيحترم طوائف أخرى غير طائفته، ما بيكون انتمائه للسيطرة والهيمنة عبر طائفته فقط وتهميش بعض العالم الباقيين. لأنه حتى بدينكم اللي هو براء منكم بيقلكن إنه المحبة أساس من أسس وأركان الإسلام.
بس انتو وين؟ والدين والإسلام وين؟ هيدي المشكلة. بدكن سنين لتوصلوا. على القليلة إذا عن جد انتو وطنيين وشرفاء، حرروا المجلس النيابي من بلطجة هو ومارته اللي مسيطرين على 51% من أرزاق جنوبكم مثل ما بتدعوا. بتنويه علي حسين علي حمية، ما بعرف شو اسمه صراحة، ما بعرفهم. هيدا تبع وزارة الأشغال. مبروك اليوم إنجاز توتال انرجيز. بس عندي سؤال معلش شي بسيط كتير. ممكن يكون مصير التنقيب كمصير الباصات الفرنسوية اللي كانت هبة للنقل العام، يلي انطمست حقيقتهم وراحوا، وبكرة بتناموا عليهم كم سنة كرمال تعملوا عقود صيانة وكرمال تعملوا عقود تشغيلية لإلهم، وآخرة الشي بيصدوا بجنزروا بيصير مصيرهم الله أعلم مثل سكة الحديد يمكن. الإنجاز بالبترول لأنه في صفقة بين هالبوطة اللي عنا وبين فرنسا، لأنه ماكرون مش كرمال سواد عيوننا وإنه إجا على وقت انفجار بيروت وكذا وشو اسمه واستنجدوا فيه العالم، فكروا عنده حس من الإنسانية، طلع عنده حس من البزنس. هيدا هو. لذلك يا حبيبي إن شاء الله يا رب ما يكون مصير تنقيب مثل مصير الباصات. وهيدي قصة الترسيم إنه المقاومة عملتها وكذا وشو اسمه، اللي بده يكون مقاوم ضد عدو بسميه عدو ما بيعترف فيه كدولة. يعني أنا مش عم بقدر أفهم الفرق بين الاثنين صراحة. على كل حال ما بدنا نطول سيرة. آه لو ما في شعب همجي بهيدا البلد وبيستحق انه خلص الشعب اخر همه، الشعب حطه على اكل وبرمان وتياب وشو اسمه، هيدي شغلته. طبني طبطك العافية، هيدا هو الشعب اللبناني. لو في شعب غير لبناني وشعب قادر يوقف على اجريه وما يطلع ينبح على بعضه ويستقوي على بعضه بالفيسبوكات او بالسوشيال ميديا، يمكن كنا وصلنا لنتيجة وصلنا لحل. بس هيدا الشعب فالصو. شعب عبيله كرشه، حط له أرجيلة على جنبه وكاس ويسكي، هيدا هو حياته بالنسبة له. خربت عمرت مش سألان. البلد قايم على كم واحد متحزب مهيمنين على كم مصدر أو شركات أو كذا، يلا بظبط بلقف له مي وبظبطه بأي شركة، بضمن له صوته. واخرة الشي باخرة المطاف رايحة على هالكم معطر اللي ما عندهم سند الظهر وما عندهم حدا، واللي ما بيتعاطوا سياسي، واللي ما بيتأثروا بأحزاب ولا شيء. آخر شيء تأثروا بالتغييريين وراحوا جابوا التغييريين، طلع لهم تغييريين البعض منهم من أعز الأصدقاء للفاسدين اللي كانوا عم بيجاهروا إنه نحن بدنا بمطرح من المطارح نحط لهم حد ونحط لهم سقف. هذا لبنان ما رح يتغير. الأمل مش معدوم، شبه معدوم، معدم ومفقود كليا، لأنه ما في إرادة شعب، وما في شعب بحب هيدا البلد، وما في شعب قلبه على هيدا البلد، وما في شعب بحب بعضه أصلا أو بحب حاله بالدرجة الأولى يقدر يحب بعضه. يعني الشعب بتتوقع منه أنه عم بيتنشأ روايح زبالة، بس طلع الدولار من جمعتين دغري ركضوا على طوابير على البنزين. هيدا اخسر ايدك منه وانفضى. سلام.